وداعا لفشل الكيك، هنعمل النهارده بقى وصفه كيكه يوميه سريعه وعبقريه في الخلاط وفي 5 دقايق تحضير، واقول لكم كمان على كل اسرار نجاحها وارتفاعها وهشاشتها، ازاي تطلع معاكم كلها سوا واحد كده وما تقبش من ناحيه وتنزل من ناحيه وتبقى مش هابطه من الاطراف وتطلع طريه ومسامها ضيقه وعامله زي السفنجه كده بالظبط، هتدوب في بقكم لو جربتوها وهتعتمدوها وهتبقى كيكتكم اليوميه كمان. والكيكه في منتهى السهوله، وهنستخدم الخلاط كوبايه الا ربع من الزيت او زبده سايحه او ميكس ما بينهم، كوبايه وربع من السكر، نضربهم مع بعض كده وننعمهم لحد لما لونهم يفتح شويه، ننزل عليهم ب3 بيضات، معلقه كبيره من الفانيليا، ممكن فانيليا بودره، معلقه كبيره من الخل، ونرجع نضرب تاني لحد لما السكر يدوب ما يبقاش مخرز بين صوابعكم، كوبايه لبن حليب دافي، ونرجع نضرب تاني، نحطه بقى في طبق خارجي، ننخل عليه 2.5 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، وربع معلقه صغيره من الملح، واخر حاجه باكيت كيك شيف او معلقه ونص كبيره من البيكنج باودر. نخلط بقى المكونات دي كلها مع بعضها وراقبوا قوام الخليط، لقيتوها تقيل زياده ممكن تخففوها بشويه حليب، كانت تقيله زياده مش عايزاها تشقق. صينيه بقى مقاس 24 نديها دهنه زبده او زيت من الاطراف ومن تحت، اتاكدوا ان الاطراف مدهونه، خبطتين كده في الصينيه، نحطها جوه صينيه تانية، ونحط في الصينيه التانية دي ميه سخنه وندخلها الفرن على درجه حراره هاديه 170 175 لحد لما تاخد لون وتحمر من فوق، دخلوا خشبه في النص تطلع نظيفه، وبعد ما تطفوا النار سيبوها في الفرن شويه، يعني 10 دقايق ربع ساعه كده، ما تطلعوهاش على طول، هتطلع معاكم كلها بسوا واحد زي ما انتم شايفين كده. عاوزينها تطلع طريه زياده وبتدوب في البق كده، جربوا تركه الصينيه دي. عاوزينها تطلع واخده لون من تحت ومحرمشه من فوق ومن تحت، ما تحطوش صينيه الميه، هتطلع معاكم هشه وطريه واسفنجيه، ولا الكيكه الاسفنجيه ينفع تعملوا بيها تورت وجاتوهات كمان. جربوها ولي رايكم فيها.